في فيديو النهاردة هنعمل تالت وصفة من سلسلة عزومات رمضان، وصفة من الوصفات اللي مشهورة في الكيترينج، بتتباع بأسعار فلكية، موزة ضاني وشعرية بالكاجو، وهوريكم ازاي تقدموهم بالشكل اللي يجوع ده. سايبالكم كل المقادير والتفاصيل تحت الفيديو. في طاسة سخنة جدا هنزل الزيت، الزبدة، هنزل الموزة، هرش عليها ملح وفلفل اسود وابتدي اشوحها كويس قوي لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. هشيل اللحمة وانزل مكانها البصل، الجزر، الثوم، زعتر وروزماري، ملح وفلفل اسود. هرجع اللحمه وهزود عليهم الشوربه، معلقه صغيره صلصه طماطم، هغطيها كويس قوي وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200. بتاخد بالظبط ساعتين عشان تطلع دايبه. تعالوا بقى نشوف هنعمل الشعريه ازاي. استخدمت هنا بدل الزبيب تمر مشدود، معلقه زبده. هنزل التمر، هديله تشويحه بس وهرفعه من على النار. هنزل مكانه الشعريه، اقلب الشعريه كويس قوي لحد ما تاخد اللون الحلو ده. هزود عليها عود قرفه وفصين حبهان، بصله مبشوره ناعم قوي، زعتر، ومعلقتين كبار صويا صوص. انزل عليها الشوربه، هغطي عليها واسيبها دقيقتين بس لحد ما تتشرب. هديها تقليبه وبعدين هغطي الحله واوطي النار خالص واسيبها 5 دقايق. بعد كده هزود عليها مكعبات زبده كده واقلبها. طلعت بقى اللحمه من الفرن، هديها دهنه من الصوص وادخلها تحت الشوايه. اصفي الخضار ده بقى واخد الصوص اللي نازل منه، هزود عليه معلقه زبده وهرفعه على النار 5 دقايق بس لحد ما هبتدي ارص الشعريه عليها اللحمه، تمر وكاجو محمر. طبق خطير. زودوا بقى شويه من الصوص وكلوا وبألف هنا. بس كده.